فيصل مع أيمن وهو بيتكلم في التليفون وبيجهز وبيلبس علشان ينزل، وفي الوقت ده بتكون رشا مراته قاعدة في جلسة علاج نفسي جماعية، وكل واحد بيحكي عن اللي تعبه نفسيا ومؤثر فيه، وكل ما بيكون واحد من المجموعة بيتكلم وبيحكي عن نفسه بيضحك عليه حاتم، فبتتضايق منه إيناس جدا وبتتخانق معاه، وساعتها الدكتور النفسي بيقول لحاتم إن تريقته وضحكه على كمان زمايله في المجموعة تصرف مش صح ومش مقبول، فبيعتذر له حاتم وبعدها بتخلص الجلسة، وساعتها بيتصل أيمن برشا وبيسألها هي فين كل ده، فبتكذب عليه وبتقول انها مع اصحابها في الكافيه وخلاص هتحاسب وتمشي. ولما بترجع رشا لبيتها وبتكون لسه هتفتح باب شقتها بيهجم عليها طه وبيهددها وبيقول لها انه بيتصل بيها وهي مش بترد عليه، وانه صبر عليها كتير وخلاص مش هيصبر عليها تاني، فبتقول انها مش هتعرف تعمل له حاجه، فبيقول لها انها لازم تتصرف وتشغله وتدي له فلوس والا هيقول لجوزها ايمن على اللي ما بينهم، فبتتوتر رشا جدا وبتخاف وبتقول له انها هتقول لجوزها انه كذاب وحرامي، فبيقول لها انه عنده الادله اللي هتخلي جوزها يصدقه وساعتها هيقتلها وينتقم منها. وقتها بيجي واحد من الجيران فبتدخل رشا شقتها بسرعه وبيمشي طه، وبتكون ساعتها رشا خايفه جدا ومتوتره، واول ما بتشوف ايمن جوزها بتحضنه جامد وهي خايفه، فبيستغرب جدا منها فبتقول له انها خافت من الكلب بتاع الجيران، فبيقول لها انه مضطر يسافر بدري، فبتتضايق رشا وبتقول له انها مجهزه اكل وجايه بسرعه من مشوارها عشان تقعد معاه قبل ما يسافر، فبيقول لها ان الاجتماع ميعاده اتقدم ولازم يتحرك دلوقتي، وساعتها رشا بتقول له انها مش فاكره امتى اخر مره قعدوا فيها سوا زي اتنين متجوزين، وانها زهقت من طريقته معاها ومن تصرفاته وبتطلب منه الطلاق، فبيقول لها انها اكيد تعبانه ومتوتره عشان عندها شغل كتير، وبيطلب منها تهدى لحد ما يرجع من السفر وهيخرجها وهيفسحها، وبعدها بيسيبها وبيمشي، فبتروح تفتح التلاجة وبتطلع منها الاكل وبترميه، وبتقعد وبتكلم ادم ابنها مكالمه فيديو عشان قاعد عند جدته ام باباه، وساعتها بتعرف رشا من ادم انه خارج مع اولاد عمه، فبتزعق له وبتقول له انها قالت له ما يخرجش معاهم، فبتيجي ساعتها مامه ايمن وبتقول لرشا ان ادم من حقه يخرج مع اولاد عمه في اي وقت وان دي حاجه مش هتتغير، فبتكلم ابنها ادم وبتقول له يخرج عادي وياخد باله من نفسه ومن اخته، وبتكون رشا متعصبه جدا وبتقوم تنظف وتروق البيت عشان تفضي طاقه الغضب اللي جواها، وبتفتكر كلام طه ليها وهي خايفه جدا، وساعتها بتتصل بيها ايناس زميلتها في المجموعه النفسيه وبتقول لها انها نسيت الموبايل بتاعها وحاتم لقاه وعايز يروح لها علشان يديهولها، وساعتها طه بيكون بيتصل برشا، فبتتوتر رشا وبتقول لايناس انها تخلي حاتم يدي الموبايل للامن لما يوصل، وفي الوقت ده بيكون ايمن مسافر مع ريهام سكرتيرته، وبنعرف انهم على علاقه ببعض وبيخون رشا معاها، ولما بتيجي بريهام سيره رشا بتتعصب عليها ايمن وبتتضايق منه ريهام، وبعدها بيعتذر لها ايمن وبيقول لها ان هم مسافرين سوا علشان ينبسطوا مش عشان يقعدوا متضايقين، فبتقول له انه زعق لها جامد وانها مستحمله كل ده علشانه، فبيهزر معاها وبيضحكوا سوا، وساعتها ادم بيتصل بايمن وبيحكي له اللي حصل مع مامته انها زعلت عشان هيخرج مع اولاد عمه، فبيقول له انه هيتصل بيها ويفهم منها، وفي الوقت ده بتكون رشا متوتره لان طه كل شويه يتصل بيها، وفجاه الباب بيخبط فبتتخض، ولما بتفتح بتلاقيه حاتم جايب لها الموبايل، فبتشكره جدا وبتعرض عليه يدخل يشرب حاجه فبيوافق، ولما بيدخل بيقول لها ان بيتها شكله حلو جدا، فبتعرفه انها مهندسه ديكور وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا، وساعتها بتقول له انه ضحكوا على زمايله وقت الجلسه مش حاجه لطيفه، فبيقول لها ان في حاجات بتضحكه وقصص غريبه فمش بيقدر يمسك نفسه، وساعتها بيحكي لها انه حاسس بالذنب دايما علشان مامته ماتت في دار مسنين لانها ما كانتش عايزه تروح وهو اللي وداها، فبتقول له رشا ان ده قضاء وقدر وانه ما ينفعش يفضل حاسس بالذنب طول الوقت، فبيقول لها ان من بعدها بقى نفسيا مش متزن وبقى بيتعاطى مخدرات وبيبقى حزين جدا وهو بيتكلم، وبعدها بيقول لرشا انه لازم يمشي، فبتقول له انه ما ينفعش يمشي وهو كده وانها هتقوم تعمل له اعشاب يشربها تهديه، وساعتها بيسالها حاتم اذا كانت خالد جوزها قبل كده، فبتستغرب رشا سؤاله فبيعتذر لها وبيطلب منها يدخل الحمام، وقتها بيبعت ايمن لرشا رساله وبيقول لها ما تزعلش منه بسبب خناقتهم قبل ما يسافر، فبتدخل اوضتها عشان تكلمه وهي مبسوطه، وساعتها بيتوتر ايمن لما بيلاقي رشا بتتصل بيه وبيطلب من ريهام ما تعملش اي صوت، لكن فجاه بيكون ايمن مش مركز في السواقه وهيخبط في عربيه نقل، فبتخاف ريهام وبتصرخ، وساعتها بتسمع صوت رشا وبتسال ايمن مين اللي معاه، فبيقول لها انه لوحده، فبتطلب منه يكلمها مكالمه فيديو عشان يثبت لها، فبيتوتر ايمن جدا وبيقفل الموبايل بتاعه وبتتخانق مع ريهام، وبيتصل برشا من موبايله التاني وبيقول لها ان موبايله فصل وان الشبكه على الموبايل ده مش حلوه ومش هيعرف يكلمها مكالمه فيديو، فبتقفل رشا المكالمه وهي متعصبه جدا، ولما بتطلع من الاوضه بتلاقي حاتم واقف يتصنت عليها وبيتفاجئ جدا وبتتخانق معاه وبيستفزها بالكلام، فبتهجم عليه وبتضربه، وساعتها حاتم بيتهجم على رشا، وبعدها بيتصل برشا جوزها ايمن لكنها مش بترد عليه، فبيبعت لها رساله وبيقول لها انه شحن موبايله ومستعد يكلمها مكالمه فيديو، فبتدخل الحمام بعيد عن حاتم عشان ترد عليه وبتقول له انها كويسه ومش لازم يكلمها خلاص، وبتطلع لحاتم وبتقول له انها هتطلب اكل عشان جعانه، وبتسيبه في الاوضه وبيطلع، وبساعتها بيقعد يفتش في الاوضه وبيشوف في درج الدولاب مسدس وبياخد قلم الكحل بتاع رشا وبيكتب لها بيه على ظهرها، وبعدها بيقعدوا سوا وبيتكلموا وبتساله اذا كان في حياته واحده تانية، فبيقول لها انه فيه لكنه مش بيحبها، وساعتها بيسالها اذا كانت بتحب جوزها، بتقول له ان ده اكيد، فبيقول لها انه حاسس انها مش بتحب جوزها، فبيستغرب، وساعتها بيقول لها ان هم قربوا من بعض انهم لازم يتكلموا سوا ويحكوا لبعض كل حاجه وجعاهم، فبتحكي له انها حبت قبل جوزها لكنه سابها عشان كانت فقيره وانها ما تعرفش اي حاجه عن باباها من ساعه ما طلق هو ومامتها، وبعدها مامتها كانت مطمع لاي حد، اتجوزت من ماهر رجل اعمال وغني جدا وكان عندها عربيه بسواق، وساعتها بتفتكر السواق فبتتوتر وبتقوم، فبيستغرب حاتم انه لما افتكرت السواق اتوترت وبطلت تتكلم، وبنعرف ان طه هو السواق، فبيقول لها حاتم انها تتكلم ان ده هيساعد
تساعدها شويه، وبتكمل كلامها وبتحكي ان لما ماجد حبيبها سابها كانت متدمره منهارة، وان مامتها ما كانتش مهتمه بيها وكل اهتمامها كان بجوزها ماهر، وكانت طول الوقت بتخلي طه السواق يلف بيها بالعربيه لحد ما في يوم راحت معاه بيته وبقوا على علاقه ببعض. دلوقتي ظهر في حياتها تاني عشان يهددها بماضيها وانه يحكي كل حاجه لجوزها ايمن، وبتنهار رشا وبتتخانق مع حاتم وبتقول له انها مش عارفه ازاي سلمته نفسها وانه السبب في كل اللي حصل. تطلب منه يطلع بره البيت فبيحاول يهديها وبيقول لها تمشي معاه وتتطلق من جوزها لانه خاين ومش بيحبها، وبيعرفها انه كان عارف عنها كل ده من زمان. فبتستغرب رشا فبيحكي لها انه في يوم وصل العياده بتاعت الدكتور النفسي بدري، سمعها بالصدفه وهو بيشرب سيجاره في البلكونه وهي بتتكلم معاه وبتحكي له مشاكلها. ساعتها حس انه حبها لانها بتعاني زيه وشبهه، وبيقول لها انه قرر يسرق الموبايل عشان يلاقي سبب وحجه يكلمها ويقرب منها. بتكون ساعتها رشا مصدومه وفجاه باب البيت بيخبط وبتكون مامة ايمن، فبتتوتر رشا جدا وبتخاف هي وحاتم وبتبقى مش عارفه تعمل ايه. فبيقترح عليها حاتم انها ما تفتحش وكانها نايمه او مش في البيت، لكن فجاه مامة ايمن بيكون معاها مفتاح للبيت وبتفتح الباب. ساعتها بتصدم رشا وبتستخبى حاتم، واول ما مامة ايمن بتشوف رشا بتقول لها انها اتخضت عليها جدا، فبتقول لها رشا انها كانت في اوضتها بتشتغل وما سمعتش الباب، وبتاخد بالها رشا ان حاجات حاتم في الصاله. وساعتها مامة ايمن بتتعامل مع رشا بطريقه عنيفه، وبنفهم من طريقتها انها مش بتحب رشا. وساعتها بتاخد بالها ان في كوبايتين نسكافيه وبتقول لها ان البيت ريحته سجاير، فبتقول لها رشا انها بتشرب سجاير، فبتزعق لها مامة ايمن وبتطلب منها تروح تجيب لها السجاير وتيجي عشان مصايبها كترت. فبتخاف رشا وبتسالها عن قصدها، فبتقول لها ان في واحد قريبهم شافها عند الدكتور النفساني وقال لها. فبتتوتر رشا، وساعتها مامة ايمن بتقول لها انها كده بتفضحهم وانها مش هتسمح لها تفضحهم بتصرفاتها. وبتروح رشا تجيب السجاير من حاتم وتديها لحماتها، فبتمسكها حماتها وبتقطعها. وبعدها بتتكلم رشا في التليفون، وساعتها بتتصدم لما بتلاقي حماتها بتقرب من اوضتها وبتدخلها، لكنها بتطفي نور الاوضه وبتطلع، وبعدها بيجي الاكل اللي طلبته رشا. فبتستغرب حماتها انها طالبه اكل لشخصين وايمن ابنها مسافر، فبتقول لها رشا ان عندها شغل كتير وطالبه الاكل اليومين. فبتستغرب حماتها وبتقول لها انها مبذره وبتعمل كده عشان فلوس كتير وتحت ايدها، وبتقول لها كمان ان ابنها مسكين بيفضل طول الاسبوع طالع عينه في الشغل ومسافر، ولما يرجع البيت ياكل اكل جاهز وبيت كمان. فبتنهار رشا وبتقول لها انها بتروح للدكتور النفساني بسببها وبسبب طريقتها معاه وتصرفاتها، وانها بتتحكم فيها كانها عروسه لعبه، وداخله بيتها وقاعده تفتش فيه وبترمي السجاير بتاعتها وبتفتح تتفرج على اكلها، وانها حاولت كتير تخليها تحبها وتقرب منها لكن مفيش فايده. فبتتاثر حماتها بكلامها وبتاخدها في حضنها وبتعتذر لها عن اسلوبها معاها، وبتقول لها انها بتحبها وخايفه عليها، فبتتعامل معاها زي ولادها وبطبيعتها، وبتقول لها انها هتسيبها تكمل شغلها وترتاح شويه. وساعتها بتكون حمات رشا واقفه مستنيه الاسانسير، وفجاه بيجي ايمن، فبتتفاجئ مامته انه رجع من السفر بدري، فبيقول لها ان هم خلصوا الاجتماع بدري وقرر يرجع احسن. وساعتها بتجري رشا على اوضتها من الخوف وبتقفل الباب وراها بالمفتاح عشان تشوف هتعمل ايه مع حاتم، لكن الصدمه انها بتلاقي حاتم مات فجاه، وبتفضل قاعده مصدومه مش عارفه تعمل ايه، وايمن قاعد يخبط زي المجنون على الباب وبينده على رشا. تقوم رشا وبتفتح التلفزيون وبتعلي الصوت وبتفتح الدرج وبتاخد المسدس وبتبقى عايزه تنتحر، لكنها بتتراجع وترجع المسدس مكانه. في الوقت ده بيتعصب ايمن جدا وبيجيب شاكوش عشان يكسر بيه الباب، لكن مامته بتهديه وبتاخده عشان يقعد ويهدى. وساعتها رشا بتروح تسحب جثه حاتم وبتدخلها الحمام وبتخبيها، وبعدها بتطلع لايمن ومامته وبتتخانق معاه وبتقول انه مش مسموح لك دي مفتاح الشقه لمامته. وبتتصدم مام ايمن وبتقول انه شكلها اتجننت وبتعرفه سرها وانها بتروح لدكتور نفسي. وساعتها ايمن بيتحرج وبيتخانق مع رشا، بتقول له ياخد من مامته المفتاح يا اما هتسيب البيت وتمشي، لكن ساعتها مامة ايمن بتمشي وبيروح وراها ايمن وبيقول لمامته ان رشا اكيد متعصبه عشان سمعت صوت ست معاه في العربيه وده سبب تصرفاتها. فبتديله مامته مفتاح الشقه وبتقول له يطلع بيته ويحل مشاكلها. بيرجع للبيت بيلاقي باب الشقه مقفول بالمفتاح وبيفضل يخبط على الباب وبيزعق. وساعتها بتكون رشا بتحاول تمسح الكلام اللي بقلم الكحل اللي على ظهرها اللي حاتم كتبه لها، وتلم الحاجه اللي حواليها في البيت وبتروح تفتح الباب لايمن. وساعتها ايمن بيقول لها ان مامته اديته المفتاح وان تصرفاتها غير مقبوله تماما. فبتقول له رشا انها عايزه تتطلق، فبيستغرب منها ايمن ومن اصرارها وبيقول لها ان الطلاق مش حل وانهم لازم يقعدوا ويتكلموا. فبتقول له انها عارفه انه بيخونها وان مامته واخواته مش بيحبوها وان الحياه ما بينهم مش هتمشي وهيفضلوا طول الوقت في خناق. فبيقول لها لو على الخيانه فهو ما خانهاش، انه فعلا كان مسافر مع السكرتيره وانها كانت اول مره وما حصلش بينهم اي حاجه، مجرد خروجه بس. وبيتصل بالسكرتيره قدام رشا وبتطردها من الشغل عشان يثبت لها انه قطع علاقته بيها. وبيحاول ايمن انه يهدي رشا وبيقول لها انه هيدخل الحمام ياخد دش، وبتتوتر رشا وبتحضن ايمن وبتقول له انها جعانه وعايزاه ياكل معاها. فبيوافق ايمن وبيقعدوا سوا على السفره. وساعتها بيسالها عن سبب مروحها للدكتور النفسي وبيكون متضايق جدا انها بتروح للدكتور وبتحكي له اسرارهم وبتشتكي له. وقتها بيتصل ادم ابنهم وبترد عليه رشا وبتعرفه هو واخته ان باباهم موجود. فبيفرحوا قوي انه رجع من السفر وما باتش هناك، فبيقول لهم باباهم يكملوا اليوم ويباتوا عند جدتهم لحد بكره الصبح. وبتنتهز رشا فرصه وبتقوم تروح الاوضه عشان تطمن ان كل حاجه متداريه. وساعتها بيجي ايمن وبيقول لرشا انها ما كلتش زي ما قال، فبتقول انها قامت تجهز له هدومه عشان لما يطلع من الدش، وبتطلب منه يستحمى في الحمام التاني ويسيب لها الحمام ده عشان محتاجاه. وبعدها
بتطلب رشا من ايمن ان هم ياخدوا استراحه من بعض لحد ما يهدوا والمشاكل اللي بينهم تهدى. وقتها الباب بيخبط وبيطلع حسام اخو ايمن ومراته مي. ساعتها حسام بيتخانق مع ايمن وبيقول له ازاي يطرد مامته من البيت وياخد منها مفتاح الشقه، وترد عليه رشا وبتقول انها حره في بيتها وانه مش من حقه يتدخل. وساعتها مي بتطلب من رشا ان هم يقعدوا يتكلموا لوحدهم، وبتحاول مي تهدي رشا وبتقول لها ان المشاكل مش بتحل بالطريقه دي. وقتها بيدخل ايمن الاوضه فبتخاف رشا وبتدخل وراه، وساعتها بيكون بيدور على دفتر الشيكات بتاعه فبتساعده يلاقيه عشان يطلع من الاوضه. وهو طالع بيلاقي مي وبيطمن عليها عشان كانت تعبانه، بتقول له انها كويسه وبتدخل لرشا الاوضه وفجاه بتحس انها عايزه ترجع فبتدخل الحمام وبترجع. وساعتها بتشوف جثه حاتم على الارض وبتتصدم فبتترجاها رشا ما تقولش لحد اي حاجه وهي هتفهمها اللي حصل بالظبط. لكن مي بتكون مصدومه ومش بتنطق من الصدمه فبتقول لها رشا ان الموبايل ضاع، الشخص ده لقاه انه جابه لها لحد البيت وساعتها تهجم عليها فجاه وقع على الارض وانها محتاسه ومش عارفه تعمل ايه. وبنرجع بالزمن لما رشا كانت عند الدكتور وبتحكي له عن مي ان هي جارتها وصاحبتها وانها عارفه انها بتحب ايمن جوزها. فبيتصدم الدكتور فبتحكي له ان مي كانت شغاله في المكتب عند ايمن وكانت بتحبه جدا لحد دلوقتي، انها ندمت جدا لما عرفتها على ايمن وقررت تتجوز حسام اخوه عشان بس تفضل قريبه منه. وبتحكي له انها لما كانت في الساحل ومتخانقه مع ايمن وكانت مي بتتكلم معاه ساعتها قربوا من بعض وحضنوا بعض. وقتها رشا شافتهم لكنها قررت تسكت وما تتكلمش. وبنرجع للوقت الحاضر ورشا بتترجى مي انها تسكت، وبتطلع مي ورشا من الحمام وبيشوفهم ايمن وبيستغرب من شكل مي فبتقول له رشا ان مي رجعت. وبتنزل مي وبتطلب من حسام ان هم يمشوا وبتكون رشا ساعتها متوتره جدا. ولما بتمشي مي وجوزها بيروح معاهم ايمن، وبتفضل رشا طول الوقت تبعت لمي رسائل على الموبايل تترجاها ما تتكلمش. وساعتها مي بترد على رشا وبتقول لها انها مش هتتكلم وربنا يستر عليها. فبتطمن رشا وساعتها رشا بتتصل بطه وبتقول له انها جابت له شغل وبتطلب منه يجي لها البيت. فبيستغرب طه فتقول له يطمن لانها لوحدها، ولما بيجي يخلي باله ان محدش يشوفه. ولما بيوصل طه بتدخله البيت وبيقعد معاه وبتقول له انه طلب منه يجي عشان يتكلم ويحلوا المشاكل اللي بينهم. فساعتها طه بيسالها عن زينب واذا كانت لسه بتيجي تنظف لها البيت. بتقول له رشا ان ده كان زمان ودلوقتي هي ما تعرفش اي حاجه عن زينب. فبيقول لها انه بيفضل كل يوم واقف تحت البيت مستنيها تطلع او تظهر. فبتقول له رشا انها عارفه ان زينب اتطلقت منه لما كان في السجن. فبيقول لها طه انه كمان اتجوزت واحد تاني وهو الصبي بتاعه اللي كان شغال عنده في الفرن، وانها سرقت كل فلوسه والفرن بتاعه لما كان في السجن. بتقول له رشا انه لازم ينسى كل القديم عشان يقدر يعيش. فبيقول لها ان ابنه هو المشكله وانه عاوز يشوفه. وبيقول لرشا انها مش هتشوفه خلاص تحت بيتها تاني او هيخوفها. فبتقول له رشا انها بتعزه جدا وبتثق فيه من زمان لان كل اسرارها كانت معاه. فبيقول لها انه حاسس ان مفيش شغل ولا حاجه، انها عايزاه عشان موضوع تاني خالص. فبتقول له رشا انها هتدي له مليون جنيه يحطهم في البنك احسن من 100 شغلانه. فبيتصدم طه وبيستغرب. فبتقول له رشا انها عايزه منه خدمه وبتطلب منه يجي معاها الاوضه عشان توريه الخدمه. وبيكون طه مستغربها جدا. ولما بيدخل مع رشا الاوضه وبيشوف جثه حاتم بيترعب وبيبقى عايز يمشي، لكن رشا بتفهمه ان حاتم مات قضاء وقدر وانها ما عملتلوش اي حاجه. وبتترجاه يساعدها وبتقول ان هم هيحطوه في العربيه ويرموه في اي حته وانها مش هتقدر تثق في اي حد غيره. وساعتها بتقول انها هتدي له مليون و200 الف. وبيكون طه ساعتها متردد وقلقان وبيفضل يفكر. وبيطلب من رشا انها تعرف له زينب مكانها فين وانه عايز ده منها فلوس خدمه قصاد خدمه. فبتقول له ان معاها رقم قديم ليها. فبياخده وبيتصل بيه وبيسمع صوته. بعدها بيدخل اوضه على رشا وهي بتكتب الشيك ويقول لها انه مش عايز مليون و200 الف، عايز فلوس اكتر. فبتساله رشا عايز منها كام. فبيقول لها نص حسابها في البنك. فبتوافق رشا وهي متضايقه لكن ما بيكونش قدامها اي حل تاني. بعدها طه بيقول لها ان هم يستنوا ساعه لحد ما الشارع يهدى تماما وتلم كل حاجه تخص حاتم وتشوف موبايله لو كلم حد وقال له انه هنا عندها وهيروح ياكل لحد ما تخلص. وبتروح رشا تفتش حاتم وساعتها طه بيصورها فيديو بالموبايل بتاعه عشان يمسك الفيديو عليها زله. فبتتخانق مع رشا فبيقول لها انه مش هيعمل اي حاجه من اللي هي طلبتها منه لانه ما عندوش اي استعداد يخش السجن عشانها. وبيقول لها انه هيفضحها. فبتمسك رشا الشاكوش اللي قدامها وبتفضل تضرب طه بهستيريا لحد ما بيموت في ايدها. وبتتصدم رشا ساعتها من اللي هي عملته وتفضل رشا واقفه مصدومه من اللي حصل وبيغمى عليها من الصدمه. وفجاه بيفوق حاتم وبيطلع انه ما ماتش وبيستغرب لما بيلاقي رشا مغمى عليها وعليها دم وجنبها جثه. وبيتصدم ساعتها وبيقرب من رشا وبيفوقها. ولما بتفوق رشا بتتصدم جدا لما بتلاقي اللي بيفوقها هو حاتم. فبيقول لها انه عاوز شنطته وحاجته عشان يمشي من هنا. فبتقول له رشا مش سبب في كل اللي حصل لها وانه لازم يخرجها من كل المصايب دي عشان كل اللي حصل ده بسببه هو. وبتدخل اوضتها وبتمسك المسدس وبتهدد بيه حاتم وبتقول انها زي ما قدرت تقتل مره هتقدر تقتل تاني ولو ما نفذش اللي هي طلبته منه. وبتقول له يروح لحد الجثه ويبص عليها. وبتعرفه ان ده طه السواق اللي حكيت له عنه انها كلمته عشان يجي يساعدها لانها افتكرت انه مات لكن طه غدر بيها فقتلته من غير ما تحس وانها تقدر تقتله هو كمان لو فكر بس يغدر بيها. فبيحاول حاتم انه يهدي رشا وبيسالها عايزاه يعمل ايه. فبتقول انه عايزاه يعمل نفس اللي كان هيعمله طه فيه، انه عايزاه يرمي جثه طه في اي حته. وبتكون رشا متوتره ومتعصبه جدا. فبيقول لها حاتم انها لازم تهدى لان اللي هي بتطلبه منه ده عايز تفكير وهدوء وما ينفعش يعملوا اي حاجه هم متوترين كده. فبتقول له ما يتحركش من مكانه وما يقربش منها والا هتقتله. فبيقول لها انها مش تقدر تقتله لان المسدس هيطلع صوت والناس هتتلم وهتتفضح وان كل اللي هي بتعمله ده اساسا انها ما تتفضحش فمستحيل هتقتله بالمسدس. فبترد عليه رشا وبتقول له انها فاهمه اللي هو بيعمله وانه بيخوفها بكلامه عشان تتراجع لكنها مش هتتراجع. وبتهدده انه لو غدر بيها هتقتله حتى لو بالمسدس. فبيقرب منها حاتم بكل ثقه وبياخد منها المسدس لانه عارف ان رشا ضعيفه ومستحيل هتقدر تقتله. وساعتها بيقول لها انه عاوز حاجته عشان يمشي وبيطلع بره الموضوع ده كله. فبتقول له رشا ان كل ده حصل بسببه. فبيقول لها
ان الموضوع سهل وهتكلم جوزها وتقول له ان السواق بتاعها عرف انها لوحدها في البيت فتهجم عليها، وهي بتدافع عن نفسها قتلته من غير ما تقصد. فبتقول له رشا انه محدش هيصدقها، فبيقول لها انه عاوز حاجته عشان يمشي بسرعه قبل ما حد يشوفه، وساعتها هيروحوا هما الاثنين في 60 داهيه والخطه هتفشل. فبتاخد رشا حاتم الاوضه وبتدي له حاجته، وساعتها بتترجى ما يسيبهاش لوحدها في الموقف ده ويساعدها، لان اهل جوزها بيكرهوها ومستحيل هيصدقوا القصه دي، وما هيصدقوا يبعدوها عن ولادها. وبتفكروا بالكلام اللي كان بيقوله لها وانه عاوز يفضل معاها ويكونوا سوا. فبيقول لها انه كان بيكذب عليها وبيسيبها وبيمشي وبيطلع بره الشقه وبينزل على السلم، ولما بيوصل لباب العماره بيلاقي الباب مقفول، ولما بيسمع صوت بتاع الامن بيخاف وبيستخبى. وساعتها بتكون رشا منهاره وبتحرق ورق بتاع الشيكات، وبتمسك موبايل طه وبتمسح منه الفيديو، وبتتصل بعدها بمي عشان تطمن على اولادها. تسالها مي ساعتها هتعمل ايه في المصيبه اللي هي فيها، بتطلب منها رشا تدعي لها وبتعرفها انها مظلومه وانها مش ست وحشه زي ما هي فهمت. تمسك الموبايل بتاعها وبتبعت رساله لاولادها ادم وفريده، وبتقول لهم انها بتحبهم قوي وانها قتلت الراجل ده عشان يتهجم عليها واذاها، وانها مش وحشه زي ما يسمعوا من الناس. وبتمسك بعدها الحبوب عشان تنتحر. الباب ساعتها بيخبط، فبتروح تفتحه وبيطلع حاتم وبيقول لها ان باب العماره مقفول وما عرفش يخرج، وبيطلب منها المفتاح. وساعتها بتنهار رشا وبتعيط وبيقع من ايدها الحبوب. فبيسالها حاتم اذا كانت اخذت اي حاجه من الحبوب دي، بتقول له انها جبانه ومش قادره تنتحر، وبتطلب منه انه يقتلها لانها خلاص ما بقتش عايزه تعيش، وان ربنا بيعاقبها بسبب الغلطه اللي غلطتها معاه وانها تستاهل الموت. فبيقول لها انهم مستحيل ينزلوا جثه من الدور الخامس للعربيه ومحدش هيحس بيهم. فبتقول ان كل الناس بما فيهم الامن عارفين انها مهندسه ديكور وبتنزل براميل فيها خشب وديكورات تقيله، فمستحيل حد هيشك فيها. بيتاثر حاتم من كلامها وبيخاف عليها تنتحر، فبيوافق وبيقول لها انه هيفضل جنبها ومش هيسيبها وهيساعدها، وبعدها يهربوا سوا هما الاثنين ويبداوا حياه جديده. فبتوافق رشا وبتقول لحاتم انها بتحس بالامان وهو موجود جنبها، وبعدها بيلفوا جثه طه وبيحرقوه وبيحطوه في برميل وينضفوا سوا البيت من الدم اللي على الارض. وبتنزل من البيت وبتبعت بتاع الامن يجي لها ملفات وورق من مكتبها، وبينزل ساعتها حاتم بالبرميل في الاسانسير وبيحط البرميل في شنطه العربيه بتاعت رشا. وساعتها مي بتيجي وبتشوف اللي هما بيعملوه وبتقف مستغربه ومصدومه. واول ما بتتحرك رشا وحاتم بالعربيه بتتحرك وراهم مي وبتفضل ماشيه وراهم بتراقبهم، وبتتصل برشا على الموبايل بتاعها وبتقول لها انها بتتصل بيها كتير لكنها مش بترد عليها. فبتقول لها رشا انها ما كانتش سامعه الموبايل، فبتسالها مي عملت ايه في موضوعها، فبتقول لها ان الولد طلع ما حصلوش حاجه وكان مغمى عليه بس، وبعدها فاق فجاه خلاص الموضوع انتهى. فبتقول لها مي ان الحمد لله ان ربنا انقذها. فبتقول لها رشا ان لو ايمن نزل ورجع البيت تعرفها بس. فبتقول لها مي ان ايمن نام مع الولاد وهي قاعده سهرانه ولو حصل اي جديد هتعرف. بعدها بتقفل رشا المكالمه وهي مستغربه مي، وبتقول لحاتم ان طريقه مي غريبه كانها عارفه انها بتكذب عليها. فبيطمنها حاتم وبيقول لها انها بس خايفه ومتوتره ففهمت كده، وبعدها بتتحرك مي وراها وبتروح رشا لبيتها القديم، وبتنزل هي وحاتم بالعربيه وبيحفروا قبر طه عشان يحطوا جثته فيه. ساعتها بتروح وراهم مي وتبص عليهم من بعيد وهي مصدومه وخايفه ومش مصدقه اللي هي شايفاه، وتشوفهم وهم بيطلعوا جثتها من البرميل وبيدفنوها، وبتترعب مي من المنظر. وفي الوقت ده بتمثل رشا انها تعبت وعايزه تروح تجيب ميه من العربيه، ولما بتروح للعربيه بتاخد المسدس بتاعها وبتنزل تهدد بيه حاتم، وبتقول له انه عبيط قوي وازاي صدق انها هتسيب ولادها وتهرب معاه، وانها ازاي هتقبل على نفسها تبدا حياتها مع واحد مريض زيه ومدمن. وبتقول له انها مثلت عليه عشان تخرج جثه طه من البيت، وكمان خايفه من صوت الرصاص لو قتلته هو كمان. لكن هنا ما حدش موجود وفي حته مقطوعه وما فيش حد هيسمع صوت الرصاص، والقبر هيشيل جثتين مش جثه واحده. ويكون حاتم واقف مصدوم مش مصدق اللي رشا بتقوله، فبيقول لها انه وقف جنبها ومعاها للاخر وما سابهاش لوحدها. فبتقول انه كل اللي حصل ده هو السبب فيه، لانه راقبها وسرق موبايلها وسمع اسرارها مع الدكتور وجالها بنفسه البيت وخلاها تقع في الغلط، انه لو ما كانش اقتحم حياتها ما كانش كل ده حصل. فبيتاسف لها طه وبيترجاها ما تاذيهوش، وبيقول لها انه مش عاوز يموت، فبتقول انها هتموته عشان تريحه من تعبه النفسي بسبب موت امه، وبتضربه بالرصاص وبتقتل رشا حاتم. وساعتها مي بتشوف كل حاجه وبتترعب وبتركب عربيتها بسرعه وهي خايفه وبتمشي. وقتها رشا بتدفن حاتم وطه مع بعض في نفس الحفره، وبتحط حاجات حاتم في البرميل وبتحرقهم، وبتركب عربيتها وبتمشي وبتقف عند النيل، وبيكون معاها موبايل طه وحاتم ومفتاح عربيه حاتم وبترميهم في النيل. ولما بترجع رشا البيت بترجع المسدس مكانه وبتمسح بصماتها من عليه، وبتنظف البيت وبتروقه وبتمسح كل ركن فيه، تغسل هدومها من الدم اللي كان عليها وبتستحمى وبتغير هدومها. وبعدها بيرجع ايمن البيت وبتقعد مع رشا وبيتكلموا سوا، وبيقول لها انه مستعد يعمل لها اي حاجه هي عايزاها، لو عايزاهم يتطلقوا فهو موافق، وبيحكي لها ان مامته تعبت من اللي حصل ودخلوها المستشفى. بتنهار رشا وبتقول لايمن انه مش عايزه تتطلق ولا تسيبه لانها بتحبه ومتعلقه بيه، انها مسامحاه على خيانته ليها لانها اكيد كانت غلطه وكل الناس بتغلط عادي. وبتقول انها هتقوم تلبس عشان يروحوا لمامته المستشفى ويكونوا معاها. بيكون ايمن مستغرب جدا من تغير رشا المفاجئ. وبعدها بيروحوا المستشفى وبتدخل رشا لحماتها وبتعتذر لها وبتقول لها انها ما تربتش لان مامتها ما كانتش فاضيه تربيها عشان كانت مهتمه بجوزها وبس، وبتبوس ايدها وبتقول لها تعتبرها بنتها وانها تسمع كلامها، وبترجع لها مفتاح الشقه. تحضن رشا حماتها وحماتها بتطبطب عليها، وبتخرج رشا لايمن وبتقول ان مامته عايزاه. بعدها بتيجي مي وبتقعد جنب رشا وبتقول لها ان ادم ابنها سمع الفويس نوت اللي هي بعتها له، وساعتها طلبت منه يمسحها وقالت له ان مامته متضايقه شويه، لكن رشا وقتها بتكون خايفه وقلقانه جدا من مي وطريقته. بعد مرور سنه بيموت حسام اخو ايمن، وبتكون مامتهم قاعده في العزا منهاره ومش مصدقه. وبعدها بتكون مي قاعده عند رشا في البيت وبتقوم تعمل لنفسها ينسون، وساعتها بيشوفها ايمن وهي بتعيط ومنهاره، وبيحاول ايمن يهديها، فبتقول له ان حسام مات موته مقرفه بسبب المخدرات وكان مع ناس زباله، وانه هيجيب العار لاولاده بسبب سيرته، وانها زعلانه على نفسها. فبيقول لها ايمن انه هيفضل جنبها هي والولاد ومش هيسيبهم ابدا. فبتحضن مي وهي
وهي بتعيط، وساعتها بتشوفهم رشا، لكن مي بتفضل تبص لرشا في تحدي، وساعتها رشا بتعرف وبتفهم ان